لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العجيبة في ميامي ستصدمكم بقوة. لا يخفى على أحد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يجني أموالا طائلة في الدوري الأمريكي، فعلى غرار راتبه الجنوني والذي يبلغ حوالي 50 مليون يورو، فهو له نسبة أرباح من شركتي أديداس وأبل العملاقتين. تقارير أشارت بدورها إلى أن بطل المونديال الأخير سيحصل فوق كل ذلك على حصة في ناديه انتر ميامي بعد اعتزاله. يبدو الأمر خياليا، أليس كذلك؟ وهي بكل تأكيد أرقام وعائدات فلكية، لكن سنصدمكم عزيزي المتابع بما هو أقوى. نعم، فحتى التفاصيل التي قد تبدو لك تافهة أو مجرد ردة فعل عادية من البرغوث هي في الحقيقة أمور خطط لها مسبقا، ولأسطورة برشلونة عوائد ومداخيل إضافية منها. فعن ماذا نحكي إذن؟ وما هي الجزئيات التي سيجني منها ليو المزيد والمزيد؟ بدأت الأسطورة الأرجنتينية مشوارها في بلاد العم سام بشكل ناجح جدا، وقد تمكن من تسجيل ثنائية مميزة خلال مواجهة ناديه الأخيرة لأورلاندو سيتي، والتي كانت قد انتهت بنتيجة 3-1، مبشرا بالتالي الجماهير الأمريكية بأطباق كروية دسمة قادمة. المتتبعون هناك مهتمون أكثر بكرة القدم الأمريكية والساحرة المستديرة، ليست بالشعبية كما في أوروبا، إفريقيا ومجموعة من البلدان الآسيوية. لذلك فإن قدوم الأرجنتيني لأمريكا هو أيضا من أجل الترويج لها، غير أن هذا الشعب يحب كل ما هو مثير وخارج عن المألوف، بل إنه ينشر تلك الثقافة لباقي العالم بعدة وسائل، لعل أبرزها سينما هوليود بأفلامها التي باتت تستهوي الصغير قبل الكبير، إذ تضم شخصيات مبتكرة وأبطالا خرافية بقدرات خارقة. وقد نذكر في هذا الصدد أفلاما ككابتن أمريكا، ايرون مان، سبايدر مان، افنجرز وغيرها. الأسطورة ذي 36 عاما انخرط بدوره في هذه الثقافة، وذلك بشكل مميز جدا. فخلال احتفاله مثلا في مواجهة أورلاندو سيتي الأخيرة، احتفل بواحد من أهدافه بحركة واكاندا فوريفر الشهيرة، إذ عكس يديه ملقيا إياهما على صدره، ومعيدا بذلك لأذهان المتتبعين لقطات من فيلم بلاك بانثر. لكنها ليست أبدا الحركة الأولى منه، بل إنه فاجأ الجماهير قبل ذلك في مقابلة أتلانتا، حيث قد هز الشباك خلالها مرتين أيضا، وكان قد احتفل بتوجيه يده بطريقة تشبه ما نفعله حين نريد المسك بقنينة أو شيء مشابه، حتى إن البعض ظن أنه نوع من الإشهار للشركات الكحوليات المرتبطة برئيس النادي دافيد بيكام. لكن الأمر لم يكن كذلك، وقد وضحت زوجة الأرجنتيني المغزى مما فعله بنشر صورة في ستوري حسابها على انستغرام، إذ صاحبت احتفال ليو برسم كرتوني يشير لفيلم ثور ومطرقته الأسطورية الشهيرة، وذلك في توضيح كبير أنه حاول تقليد بطل الفيلم.